إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معكم مي عبد الكريم، مذيعة قناة اليوم السابع الرياضي. مرحبا بكم في قناة اليوم السابع الرياضي، مع الإثارة، مع المتعة، مع الكورة. نبتدي الحكاية. إلي حضراتكم أهم الأخبار الكروية. تعليق أبو تريكة على مباراة ليفربول وولفرهامبتون. علق كابتن محمد أبو تريكة في الاستوديو التحليلي لقناة بن سبورة القطرية على المباراة قائلا: لقد استطاع ليفربول تحقيق فوزا كبيرا على منافسه وولفرهامبتون بنتيجة من 2-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 18 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2025-26. بالرغم من غياب نجمه الكبير محمد صلاح حيث يشارك مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية. وجاءت أهداف المباراة عن طريق الثنائي ريان جرافنبرخ وفلوريان فيرتز في الدقيقتين 41 و42 على التوالي لصالح نادي ليفربول، بينما سجل سانتياغو بوينو هدف وولفرهامبتون في الدقيقة 51. بهذه النتيجة يحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 جمعها من الفوز في 10 مباريات وخسر 6 وتعادل في مباراتين، وأحرز لاعبوه 30 هدفا بينما استقبلت شباكهم 26 هدفا. شكرا لمشاهداتكم. لو سمحتم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد من أخبار الكرة وأخبار اللاعبين والمباريات. كان في صحبتكم مي عبد الكريم.